هاي اللقطة اللي قدامك تبين لك المنتخب النرويجي شلون يلعب بعملية البناء من منتصف الملعب. راح تشوف دائما وجود 3 مدافعين امامهم احد لاعبي الوسط، ودائما التركيز يكون على الاظهرة اللي موسعة الملعب. لهذا السبب تشوف حجر الاساس البناء الهجمي للمنتخب النرويجي تعتمد على اللاعب اللي يعتبر هو الظهير الايسر وولفي، نفس الشيء على اليمين عن طريق الظهير الايمن ريارسون، لكن اقدر اقول لك يعتمدون بنسبة 80% على الظهير الايسر. المنتخب النرويجي يلعب بعدة افكار اللي هن نقاط قوة ونقاط ضعف، راح نفصخن بهذا الفيديو. انا عباس تويجري، وتعال اسمعك شغلات اول مرة تسمعها بحياتك. بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. شوف صديقي، المنتخب النرويجي عادة يدخل بخطة 4-4-2، لكن إذا واجه خصم قوي راح يكون مرن تكتيكيا وراح يلعب بخطة 4-5-1. أما إذا واجه خصم ضعيف نسبيا بالنسبة لإمكانياته فهنا راح تشوفه يلعب بخطة 4-3-3 طبيعي، بس عنده ثوابت بحالة الدفاع. يعني هو من يرجع دفاع راح دائما تلقاه يا أما راح يرجع لل4-4-2 أو على 4-5-1 غالبا. هذا الشيء أنا شفته بكل مباريات المنتخب النرويجي بتصفيات كأس العالم، وحتى بالمباريات الوديه الاخيره امام المغرب. عمليه البناء بالنسبه للمنتخب النرويجي هو عنده 3 وسائل ماكو غيرهن. اما راح العب الكره الطويله واعتمد على طول القامه للمهاجمين اللي عندي سواء هالاند او سورلوث، وهذا الشيء اللي شفناه كل شويه بالتصفيات. يا اما هو راح يعتمد على البناء من الخلف عن طريق توسيع قلوب الدفاع وكذلك الاظهره، وراح تشوف دائما يخلون مثلث متكون من برج وبرجي وموجود قدامهم اللاعب اللي هو اوديغارد. والهدف من عمليات البناء كلها هو تحرير الاظهره بصراحه. يعني انا شفت انه اذا انا العب الكره الطويله راح وراها العب اللاعب الوسط، ووراها انتظر الظهير اللي يتقدم ويسوي زياده عدديه بالامام. اما انا اذا لعبت بهاي الطريقه المعتاده فبعد ما اخلي المثلث الموجود بالنص حتى اخلي زياده عدديه هناك، راح احاول اخلي الظهير الايسر او الظهير الايمن، وغالبا هم يلعبون على الظهير الايسر يخلوه هو اللي ينطلق ويسوي زياده عدديه. ودائما اذا تباوع على الاحصائيات راح تلقى كل شويه كرات مفتاحيه للاظهره المنتخب النرويجي. اما اغلب فترات المباراه فراح تشوفه يبني بالثلاثه واحد وموجودين الاظهره اللي قدام. يعني راح يخلي 3 بالدفاع اللي متكونين من 2 قلوب دفاع، وبرج اللي راح ينزل بنصهم حتى يشكلون الثلاثي الدفاعي، وامامهم راح يكون اللاعب اللي هو برج اللي يحاول يربط بين خط الدفاع وخط الهجوم. وعلى اليمين وعلى اليسار عاده الاظهره هي اللي راح تصعد، بس الهدف نفسه، الهدف ثابت ان هوني دائما احاول افرغ مساحه للظهير الايسر. فاذا اخذنا هاي اللقطه كمثال امام المنتخب المغربي باخر مباراه وديه راح تلاحظ نفس الشكل هم يلعبون به، لكن في حاله انه انت لقيت مساحه للظهير راح تشوف الظهير راح يسوي تحول هجومي مخيف على منتخب المغرب وكان ممكن يتسبب بهدف. اما انت اذا ضغطت على الظهير الايسر على سبيل المثال بهاي اللقطه راح تشوف انت بعد ما تضغط انت على الظهير ماكو اي حلول للمنتخب النرويجي حتى يخرج بالكره، وراح يحاول يعيد الكره لحارس المرمى، او تضغط انت على لاعب الوسط اللي يحاول ينزل حتى يربط بين الدفاع والهجوم. بهالحاله انت راح تقدر تقطع من عند الكره او نفس الوقت تمنعهم من عمليه البناء. وهذا الشيء يتكرر بكل شويه مباريات. دائما تشوف انت المنتخب النرويجي يحاول يخلي 3 مدافعين موجودين بالخلف، امامهم لاعب وسط، ويكونون الاظهره اليمين واليسار هم اللي يحاولون يدورون على المساحه. مثل ما قلت لك دائما التركيز يكون على اللاعب اللي هو الظهير الايسر. اما بعمليه الضغط العالي فتشوف انت المنتخب النرويجي عاده يلعب ب5-5. راح تقول لي شلون 5-5؟ وعاده يخلي 2 مهاجمين اللي هم ايرلينغ هالاند وسورلوس اللي يحاولون يضغطون من اول خط من منطقه جزاء الخصم، وخلفهم راح يكون ثلاثي من لاعبي الوسط، وبهالحاله هم اللي راح يحاولون يتحركون ككتله واحده حتى يستخلصون الكره باسرع وقت. ودائما المنتخب النرويجي اول ما اقطع الكره اني مباشره العب كره عموديه تقدميه للامام واحاول اخلق فرصه خطره على الخصم. حتى تحل هذا الموضوع مو كافي انه انت توسع قلوب الدفاع والاظهره مالتك، لازم ينزلون لاعبي الوسط حتى يساندون قلوب الدفاع بعمليه الخروج بالكره. او عندنا حل بالمنتخب العراقي دائما نسوي اللي هو نعتمد على اكام هاشم او زيد تحسين على مود يلعبون الكره الطويله ويستخدمون ايمن حسين كلاعب محطه، وبهالحاله انت تقدر تخلص من كل عمليه الضغط اللي يلعبوها عليه. اما دفاعيا فدائما تشوف انت المنتخب النرويجي يلعب بال4-4-2 ومرات ال4-5-1. بس بما انه المنتخب النرويجي يلعب بخطه ال4 فلات بالوسط، او حتى اذا كانوا 5 هم راح يكونون فلات بالوسط، فهذا الشيء اللي يخلي دائما عندهم مشكله مدى يعرفون يحلوها، اللي هي الكرات التقدميه الاماميه الكاسره الخطوط اللي تعبر خط الوسط وتوصل خط الدفاع. يعني انت اذا تخلي المهاجمين مالتك موجودين قريب من خط دفاع النرويج فانت هنا تقدر تلعب لهم الكرات، وهوايه يعانون من هذا الموضوع. على سبيل المثال بهاي
اللقطة راح تلاحظ بعد ما يدورون الكرة راح يسحب أحد لاعبي الوسط اللي كانوا يشكلون خماسي بالوسط، وهنا انفتحت المساحة الموجودة حتى تلعب كرة تقدمية للأمام، وهنا أنت قدرت تكسر كل خطوط النرويج الدفاعية، وبهالحالة تقدر تصنع فرصة سامحة للتسجيل. أما بهاي اللقطة راح تشوف نفس العملية تقريبا، أنه أنت بعد ما تلعب بال4-4-2 أني راح أحاول أستغل المسافة اللي موجودة بين لاعبي الوسط والعب كرة تقدمية كاسر الخطوط، وبهالحالة هم راح أقدر أسوي فرصة سامحة للتسجيل. منتخب النرويج ما يعرف يعالج هذا الموضوع، ما طول هو يلعب ب4-4-2 فلات، وهذا الشيء اللي هو عادة إلى إيجابيات هواية بس نفس الوقت إلى سلبيات. يعني عادة بهيك شكل اللاعب الإبداعي ما راح يقدر ياخذ راحته، لأنه دائما تكون المسافات كلش صغيرة بين اللاعبين، وهذا الشيء اللي يمنعك من أنت تاخذ الحرية الكافية حتى تبين إبداعك، وإذا أنت حاولت تمر من الخط الأول راح يلقاك الخط الثاني وهكذا. فهي هاي خطة منتخب النرويج ما يغيرها، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. نفس الوقت أكو مشكلة حقيقية بدفاع النرويج، إنه أنت من تلعب كرة تكون خلف خط الدفاع مالته، عادة خط الدفاعي مالته مو الخط الدفاعي اللي بمستوى الهجوم على سبيل المثال. تلاحظ أنت هنا بمباراة النرويج والسويد على سبيل المثال، من تم لعب الكرة التقدمية خلف خط الدفاع كان ممكن يتسبب بهدف على منتخب النرويج. أما واحدة من أهم نقاط قوة المنتخب النرويجي هي العرضيات. بصراحة بالعرضيات هم يلعبون على نوعين، يا اما راح اعتمد على طول القامه للمهاجمين مالتي امثال سورلوث او ايرلينغ هالاند، او راح اعتمد على فد خدعه انه انا اخلي احد اللاعبين موجود على قوس الجزاء او العب الكره على القائم البعيد مثل هاي اللقطه. راح تشوف انت اللاعب اللي موجود على قوس الجزاء هو اللي يأشر للاعب اللي يرفع الركله الركنيه، وهنا راح تشوف الكره تم لعبها على القائم البعيد بالمساحه الفارغه. وهذا الشيء كلش هوايه تكرر بمنتخب النرويج. لازم جماعتنا يدافعون بالكرات الثابته امام النرويج بدفاع متكون من الزونال ماركينج او الدفاع المناطقي زائد المان تو مان، يعني يقسمون اللاعبين اللي موجودين بمنطقه الجزاء الى لاعبين يراقبون رجل لرجل للاعبين اللي هم طوال القامه، ونفس الوقت اكو لاعبين ثانيين اللي هي واجباتهم تكون الدفاع المناطقي، اللي هو انت مسؤول عن المنطقه الفلانيه والمربع الفلاني والمربع الفلاني من منطقه الجزاء. بالاخير انت تعرف يا صديقي المنتخب العراقي دا يلعب بمجموعه الموت، يعني انت وياك فرنسا وياك السنغال وياك النرويج. اذا تيجي علي اني كعباس اشوف النرويج اسهل فريق موجود بهاي المجموعه بالنسبه للمنتخب العراقي. يعني النرويج ممكن، النرويج مو ذاك البعبع اللي الناس تسولف عليه، صح عندهم ايرلينغ هالاند وعندهم سورلوث، بس نفس الوقت الوسط مالتهم الك عليه، ونفس الوقت عندهم مشاكل دفاعيه كلش هواي. هذا الشيء اللي ممكن ينطينا امل انه احنا نفوز على النرويج، وبركه الله نتعادل ويا السنغال ونتاهل كافضل ثالث. هذا الشيء بعد يعني ادعونا. بالمناسبه صديقي لا تنسى تشترك بالقناه، هسه عباس التويجري صديقك صار احد ممثلي شبكه قنوات دازن العالميه اللي راح يسوي تغطيات الكاس العالم، فهواي سوالف راح تجي تفوتك. واعذروني انه اني شويه ساحب على الفيديوهات الطويله، لانه بصراحه انا اشتغل وحدي، يعني اني عاده كل شيء وحدي، الافكار وحدي، التكتيك وحدي، اللقطات اللي تشوفوها التحليليه والتكتيكيه انا اشوف مباريات يعني الايام حتى اقدر اطلع لك بفيديو، فالموضوع كلش متعب بصراحه، واحتاج دعمكم، احتاج دعمكم حتى استمر، لانه الموضوع يعني غير مجزي تماما. بس نفس الوقت انا حبا بالرياضه وحبا بالناس اللي مشتركه هاي دا احاول اقدم كل اللي اقدر عليه، وان شاء الله فتره كاس العالم راح تكون فتره مليانه فيديوهات ومليانه محتوى من هذا اللي يليق بيكم. بالاخير اكتب لي رايك بالكومنتات وين تشوف المنتخب العراقي ممكن يوصل، واشوفك بالفيديو الجاي.